صباح الخير، ازيكم؟ هنكمل حكايتنا النهاردة عن الممثلين الكومبارس في السينما المصرية. هنبدأ برفيعة الشال. رفيعة الشال اتولدت سنة 1904، وهي من أشهر الفنانات اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية، وهي صاحبة العبارة الشهيرة يا ترى انت فين يا مرزوق في المسلسل الإذاعي عيلة مرزوق. ومن أشهر أعمالها السينمائية عنتر بن الشداد، الوسادة الخالية، موعد مع الحياة، لا أنام. اتجوزت رفيعة الشال في بداية حياتها من الفنان فرج النحاس، وبعدين اتجوزت من الفنان حسن البارودي، وغيرت اسمها من رفيعة الشال لرفيعة البارودي. وتوفت رفيعة الشال سنة 62 وكان عندها 57 سنة. إدموند تويما أشهر خواجة في السينما المصرية. اتولد في القاهرة سنة 1897، وكان والده سليم تويما موظف في الحكومة المصرية. ودرس إدموند في مدارس فرنساوي، وده اللي خلاه بيتكلم لغات كويس جدا. ودخل إدموند عالم الفن لما اشتغل في الإدارة في فرقة رمسيس مع يوسف وهبي، ومع اتجاه الفرق المسرحية في الوقت ده لتقديم الروايات العالمية، انضم إدموند للجنة التأليف والترجمة في الفرقة، واللي كانت بتختار النصوص الأجنبية اللي هيتم ترجمتها وتمثيلها. وكان إدموند بيسافر فرنسا كتير علشان يشوف أحدث العروض المسرحية ويختار منها اللي هيتم ترجمته وتقديمه بالعربي. ومع إنشاء الفرقة القومية سنة 35 انضم لها إدموند في قسم الترجمة، وذاع صيت إدموند تويما عند صناع الفن، وتم الاستعانة بيه علشان يقوم بدور الخواجة عشان ملامحه الغربية ولكنته الأجنبية. ومثل إدموند تويما في أفلام العتبة الخضراء، دعاء الكروان، شارع الحب، الأيدي الناعمة، زوج في أجازة، وغيره. وتوفى إدموند تويما سنة 1975. محمود فرج اتولد محمود فرج سنة 33 في اسكندرية، وكان بطل ملاكمة. وحصل محمود فرج على بكالوريوس التجارة، وبعدين دخل فنون مسرحية وقدم مجموعة مسرحيات منها عطيل، أنا وهو وهي. واشتغل محمود فرج موظف في وزارة الكهرباء بعد تخرجه من الجامعة، وأحيل للمعاش وهو وكيل لوزارة الكهرباء في اسكندرية. وساعدته رياضة الملاكمة في بداية حياته في دخول عالم التمثيل، وأشهر أدواره هو دور عفركوش في فيلم الفانوس السحري مع إسماعيل ياسين. وتوفى محمود فرج سنة 2009. مختار حسين اتولد مختار حسين سنة 1905 في محافظة دمياط، وكانت بدايته مع رفع الأثقال في نادي الشبيبة سنة 25، وبعدين نادي بوكاليني، وبعدين النادي الأهلي. ويعتبر مختار حسين واحد من نجوم لعبة رفع الأثقال، وهو علامة من علاماتها البارزة في مصر والعالم. وحصل على بطولة القطر المصري في رفع الأثقال سنة 28، وشارك في الدورة الأولمبية في أمستردام في نفس السنة وحقق المركز السابع. وكان أول مصري يفوز ببطولة أوروبا لرفع الأثقال في لوكسمبورغ سنة 31. واشتغل مختار حسين في السينما في أكثر من 25 فيلم من سنة 31 لسنة 60. وأول أفلامه كان فيلم معجزة الحب مع بدر لاما. واتجوز مختار حسين من الراقصة والممثلة نبوية مصطفى سنة 35. واشترك مختار حسين في أفلام بابا عريس، المليونير، لهاليبو، عنتر ولبلب، قلبي دليلي، وغيرهم. وتوفى مختار حسين سنة 66. فيكتوريا حبيقة اتولدت فيكتوريا حبيقة سنة 1898 في محافظة القاهرة لأسرة من أصول شامية، وكان والدها بيشتغل في تجارة القماش بين مصر والشام، وكان من الأغنياء وعنده محلات كتير في القاهرة. واتجوزت وهي عندها 13 سنة، وتوفى جوزها وهي عندها 16 سنة. وكانت فيكتوريا بتحب المسرح جدا، وكانت بتحضر كل عروض نجيب الريحاني. وفي مرة عرفت ان نجيب الريحاني بيدور على ممثلة بتتكلم شامي، فتقدمت للامتحان ونجحت، واشتهرت بشكل كبير في مسرحيات نجيب.
وكانت دايما بتقوم بدور الست العجوزة اللي عايزة تتجوز، ورشحها الريحاني للسينما، وقامت بدور الأم الحنون اللي مستنية رجوع ابنها الغايب من سنين في فيلمه الشهير سي عمر. واشتركت فيكتوريا حبيقة في أفلام غرام وانتقام، المليونير، أنا حرة، وكان آخر أدوارها في السينما في فيلم خطيب ماما سنة 65، وتوفت سنة 72.